رجالة أولى تالتة ثانوي، أهلا بيكم في فيديو جديد. وطبعا انتوا بقيتوا عارفين احنا بنقول كده ليه؟ لأن انت بتدرس منهج تالتة في الترم التاني لسنة أولى. طبعا محتاج تبقى مركز جدا في المعلومات اللي بنقولها لك، والموضوع محتاج منك شوية مجهود بس احنا معاك. في لينكين، الأولاني كل ملخصات، والتاني كل فيديوهات الحل. انت بقيت ما شاء الله عليك مصحصح وعارف احنا بنتكلم عن ايه. بس قبل ما نبدأ كده هسألك سؤال اشوفك مصحصح معايا وفاكر ولا لا. تقدر تفرق لي بين النوعين بتوع الاستقراء؟ وكمان معلش هسألك سؤال بقى اشوفك فاهم ولا مش فاهم. قول لي ايه العيوب اللي موجودة في الاستقراء التام؟ نشوف. طبعا افتكر ان دي ملخصات، اللي عايز تعرف بنحل ازاي في فيديوهات الحل او الكلام اللي بنقوله في الحصص. بص يا صاحبي بقى، هنتكلم النهاردة عن الاستقراء في المنهج العلمي للعصر الحديث. مين هو الراجل بتاع العصر الحديث ده؟ فرانسيس بيكون. طبعا مش حتة البيكون اللي بتبقى في السندوتش عشان العيال الظريفة دي انا عارفها، لا، فرانسيس بيكون ده اللي هو عمل المنهج الجديد اللي طالب بوجود اورجانون جديد محل الاورجانون القديم. ايه الاورجانون ده؟ منهج يا صاحبي، ما تفكر كده وتاخدها بالسياق، ولا انت ايه الكلام؟ شكلك ما درستش علم نفس، شكلك كده. طب بص يا صاحبي، مبدئيا ده المنهج بتاعه بيتقسم جزئين. جزء اسمه الجانب النقدي او السلبي او الهدام لمنهج بيكون، وده تقدر تقول عليه كان بيهاجم فيه عمه ارسطو، وقال ان افكاره اوهام وبتخلينا نقع في اخطاء ونقدسها زي الاوثان وكلام مجعلص كده. والناحيه التانيه دي الجانب الايجابي او البناء عند بيكون، منهجه بقى اللي هيشتغل بيه. تعال نبص الاول الجانب السلبي ده بيتكلم عن ايه، اللي هو النقدي اللي اتكلم فيه عن ارسطو. قال لك ان ارسطو بيخلينا نرتكب اخطاء، اطلق على الاخطاء دي اسم الاوهام او الاوثان. يعني ايه اوهام او اوثان؟ بص يا صاحبي، مبدئيا احنا عندنا 4 اوهام. بص على ايدي، اوهام الجنس البشري، من اسمه يبقى عند البشر كلها، سبحان الله. اوهام الكهف، تفتكر دي عند مين؟ من تالتة اوهام السوق، بالقاف، مش السوق اللي هو الوحش، لا السوق. اوهام المسرح، تا 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 تا. بص يا صاحبي، مبدئيا احنا هنشتغل على اوهام الجنس البشري. ايه اوهام الجنس البشري؟ يقول لك دي اخطاء عامه مشتركه بين البشر كلهم. فازاي كلهم؟ يبقى ده معناها ان احنا مولودين بيها، عشان كده بتسمى اخطاء فطريه. زي ان كلنا ما شاء الله علينا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، عشان ما نتحسدش يا اخي، صلى على النبي عشان ما نتحسدش. ما شاء الله علينا ما شاء الله، كلنا بنتسرع في الحكم. ما شاء الله. ازاي بنتسرع في الحكم؟ يعني ما شاء الله لو خدت بالك هتلاقي ان اصحابك اللي انت واثق قوي يعني ان هم اصحابك جدا، دول كان غالبا عندك مشاكل معاهم في بدايه تعرفك عليهم. والناس اللي خزوقتك في حياتك هم الناس اللي انت قلت عليهم ان هم جمال ولزاز من الاول. ما شاء الله انت عليك في الحكم مالكش حل مالكش حل. طبعا احنا مش هنتكلم على الحاجات دي هنا، موجود عندك ابراهيم وبكر هناك، اتفرج على اللي انت عايزه بالراحه كده. انا عايز اقول لك يعني ايه بقى اوهام الكهف. عرفنا خلاص اوهام الجنس البشري دي عندنا كلنا اتولدنا بيها، زي التسرع في الحكم، مشاكل في الدماغ نفسها، الدماغ بايظه. طيب ايه بقى كمان؟ يقول لك الاوهام بتاعت الكهف. الكهف افتكر كده، الكهف عارفه اللي بتخش جواه ده بالظبط، هو يقصد ان معلوماتك بقى او افكارك بقت عامله زي كهف كده وانت استخبيت جواه. بيقول لك اهي دي بقى اخطاء فرديه بتنشأ من تكوينك انت، تقدر تعتبرها نقاط ضعف في عقلك. زي الراجل الواد اللي بيدخن ده، عارفه انت اللي بيدخن ويمسك السيجاره ويركن جنب سور المدرسه، واخد لي بالك انت؟ اهو الواد ده بيفتكر كده في دماغه ما شاء الله عليه، بيعتقد يعني اعتقاده ان السجاير دي رمز للرجوله، وانه لما يشرب السيجاره كده بقى راجل وكبر. ما شاء الله عليك. طبعا لو جيت تكلمه هينكر، ما انت لسه ما درستش علم نفس، بس لو جيت كلمته هينكر ويقول لك لا طبعا علاقه، انا بشربها عشان مش، هيقول لك اي هاتش ملوش لازمه، كلام فاضي. بس ده يا صاحبي بالبلدي كده اوهام كهف، افكاره بتخليه يحس ان ده كده. يعني انا مثلا راجل اهلاوي، ولكن لو جيت كلمتني كراجل اهلاوي او غيري هتلاقينا عندنا جمله شهيره جدا عن النادي بتاعنا، الا وهي اعظم نادي في الكون.
وخد بالك، اعظم نادي في الكون دي هو جميل، اعظم نادي في الكون بالنسبه لي، لكن انا لو عممته وقلت فعلا انه احسن من اي نادي تاني والمفروض يكسب كل الانديه التانيه، اي نعم احنا بنكسب كل الانديه التانيه، بس يعني شوف اوهام الكهف عامله ازاي. هي كده تخلي اعتقادك هو الصح، يابا انا مش شايف غيره. وده طبعا تحيه لكل اهلاوي، اكتب لي انك اهلاوي تحت في الكومنتات وانا همسي عليك. تعالى بعد كده بقى نخش على اوهام السوق، تقدر تقول عليها الاكثر اثاره للمتاعب. يا لهوي على اوهام السوق دي، فظيعه. يقول لك ناتجه عن الاستخدام الخاطئ للغه. ايه استخدام خاطئ؟ ازاي يعني؟ مش فاهم. هقول لك بص، انت لو واخد بالك يعني، بس دي مش عايز اقولها هنا الصراحه. فاكر في الترم الاول كده كان في عوامل للوقوع في اخطاء التفكير، فاكر انت؟ فتحس ان هنا الاوهام دي كارفه العوامل دي. ايوه، ما احنا المنطق موجود يجنبك الخطا، صح يا باشا. فهنا بقى انا بستخدم اللغه غلط ازاي؟ يقول لك عامله زي الفرانكو. يا نهار اسود على الفرانكو. تيجي تتفرج تقرا جمله كده مبعوثه لك فرانكو، تلاقي نفسك بتتكلم كده: انا رحت عشان اجيب حاجات مع ماما. يا لهوي، تحس ان انت بتتعلم قرايه من اول وجديد. طبعا انت مع الوقت بتقراه عادي، بس هو هتلاقي فيه لبس كده، انت مش قادر تعرف هو ايه الحرف ده، هو يقصد ايه هنا، يعني ايه تسعة وراها شرطه دي غين دي، بتعرف بعدين بقى. انت فاهم؟ وان الاربعه دي شين، تبقى متمرس ما شاء الله. تلاقي جمل كده غريبه انت مش قادر تفهم هو انت عايز ايه يا صاحبي، مالك. وكل واحد بيكتب فرانكو بمزاجه، يا ريته بيكتبه بقاعده معينه. يعني في واحد يكتب لك اس اتش بقت فرانكو، طب ما ده واحد لازم يكون بيعرف يقرا انجليزي اصلا، انت واخد بالك؟ بس هو طبعا عشان انا مش عارف ايه. وفي بقى الافظع منه، الناس اللي بتكتب انجليزي بالعربي. يا لهوي، دي ناس فظيعه. لك ثانك يو، الله يرضيك يا عم، ثاء الف نون كاف. يا اسطى يا اسطى يا اسطى، هنتعب منك كده. تلاقيه بيكتب كلام غريب ويطلع لك الاستاذ مروان مشاكل. طبعا احنا مش عايزين نتكلم على حد، اخويا الكروان مالناش دعوه يعني. طيب بعد كده هنتكلم على اوهام المسرح. دي مش بتاعت الممثلين يا صاحبي، مش عشان هي مسرح تبقى اوهام بتاعت ممثلين، لا، يقول لك دي اوهام اتسربت لعقولنا من النظريات بتاعت الناس القديمه، فبقت مهيمنه على دماغنا كده غتاتها، عشان الناس دي ليها مكانه كبيره بقى. زي كلام جاليليو لما الراجل جه اعترض على كلام ارسطو، الناس هجمته: انت عبيط، انت بتعترض على ارسطو، انت مين انت عشان تعترض على ارسطو؟ فالناس دايما بتهاجم الحاجه الجديده ايا كان. دايما لو تعرف مثلا، لو رجعت بالزمن هتلاقي في زمن بدايات ام كلثوم. ام كلثوم ساعتها الناس اعترضت عليها جدا وهاجمتها لحد ما اثبتت نفسها، فطلع عبد الحليم وتهاجم، وطلع بعدها هاني شاكر اتهاجم، وعمرو دياب وتهاجم، وهكذا لحد ما وصلنا للمهرجانات. ده طبيعي، دايما الناس بيبقى عندها سيطرة او افكار معينة عن الحاجة، مش في الغنى بس عموما. عشان كده اسمها اوهام المسرح، ان غالبيتنا بنشوفها. تمام يا صاحبي، معاك مشكله كده كده عرفنا الجانب السلبي، بس افتكر، عايز تعرف بنحل ازاي؟ افتكر اللي بنقوله في الحصص، لان ده مجرد ملخص. هسالك سؤال كمان، فرق لي بين الاستقراء والاستنباط يا صاحبي. يا ريت اشوف اجابتك تحت. ويا ريت كمان تقول لي ايه مراحل علاقه الانسان بالبيئه. ما تقوليش دي فلسفه صاحبي، ما تنساش اسمك. تعالى بقى نخش على الجانب الايجابي او البناء في منهج بيكون. بيقول لك الطريقه الاكثر فعاليه عند بيكون عشان يفسر الحاجه بتمشي بالخطوات دي. اول حاجه يجمع معلومات، يعمل ملاحظه ويجمع معلومات. جمعنا معلومات، هعمل بيها ايه المعلومات دي؟ يقول لك رتبها لي في 3 قوائم: قائمه الحضور، الغياب، التفاوت في الدرجه او درجه، او التدرجات. التفاوت في الدرجه او التدرجات. بعد كده يا صاحبي حلل لي بقى المعلومات اللي جت في القوائم دي، فنفسر الظاهره ونوصل للقانون. انا ما فهمتش حاجه، بس اقول لك يا صاحبي تعالى خد مثال. تعالى نتكلم عن ظاهره الحراره. نحط ايه بقى؟ نجمع معلومات، جبنا كواكب ونجوم وشموس وقمر وكل حاجه كل حاجه، فجبنا الحاجات دي كلها. نعمل ايه في المعلومات دي بقى؟ يقول لك هنا هتبدا تحط حاجات موجوده في قائمه الحضور، اللي هي مين اللي بيطلعوا حرارة؟ تقول لي النجوم والشمس طبعا كتصنيفها نجم، وحطيت الحاجات اللي بتطلع الحرارة. جميل جميل. وبعدين حط لي بقى ايه في قائمة الغياب؟ تحط لي حاجات اللي ما فيهاش حرارة، زي الكواكب مثلا او القمر، او دول فيهم ضوء بس ما فيهمش حرارة. جميل. وبعدين هات لي بقى التفاوت في الدرجة.
الحاجات اللي فيها حراره بس مش نفس الحراره، زي حراره النار مثلا. تقول لي هو النار برضه، انا جمعت معلومه، والنار فيها حراره بس هي مش بنفس حراره النجوم، دي ضعيفه جدا بالنسبه لهم. فهنا دي اهي فيها وما فيهاش، ده اسمه التفاوت في الدرجه. عشان تقدر توصل للعله او السبب، ان الحراره سببها الحركه. بتسخن. بقيت عالمي يا ولا، بقيت عالمي. تحت في لينكين انت عارفهم، ملخصات والحل. وطبعا لو انت على اليوتيوب يا اهلا بيك. كان معكم مستر ابراهيم ابو بكر، ودي قناه ابرة على اليوتيوب. اشوفك في ملخص جديد يا صديقي، سلام.